آه، تحرير تل أبيض أو جريسبي هي نتيجة لوحدة الشعوب، وحدة مكونات الشعوب. نحن نعرف أن قوات الحماية الشعبية، قوات حماية المرأة، كانت تحارب جنبا إلى جنب مع بركان الفرات، مع ثوار الرقة، مع إخوان العرب الآخرين. يعني هؤلاء هم الذين حرروا جريسبي، منطقة الأبيض. لا شك أنه انتصار كبير. أولا أثبتوا للعالم كله بأن وحدة المكونات هي التي تنتصر، الإرادة هي التي تنتصر، وإننا على حق متمسكون بوطننا، بالنظام الذي أسسنا. نحن ندافع عن حريتنا، عن روجافا، عن سوريا. من هذه الناحية هو انتصار كبير جدا، هذا على الصعيد وحدة المكونات، على صعيد الدفاع. ثانيا أهمية جريسبي، أهمية الأبيض. يعني كلنا نعرف أن هذا كان المعبر الوحيد الذي كان يمد، مو الوحيد، هناك معابر أخرى، ولكن كان المعبر الرئيسي الذي يتصل بالرقة مباشرة، حيث يتم تزويدها بوسائل الحياة، وسائل البقاء، وسائل الاعتداء على الآخرين، كلها كانت تأتي من تل أبيض. يعني تل أبيض كانت قاعدة مهمة جدا للإرهاب. الآن تم إزالة هذه القاعدة، لا شك ستكون هناك صعوبة كبيرة بالنسبة لداعش، سواء على طريق الإمداد أو على طريق المعيشة كما كان. ولهذا نحن نعتبر أن الانتصار في تل أبيض، في جريسبي، انتصار هذه المكونات، أخوة الشعوب، ستكون نقطة انعطاف على صعيد التصدي للإرهاب العالمي. وكذلك بالنسبة لمكونات سوريا، إثبات بأننا إذا توحدنا، إذا كنا جنبا إلى جنب بشكل منظم، نعترف بالآخر وندافع عن كرامتنا وعن إرادتنا، سننتصر. يعني هذا دليل كبير جدا بالنسبة لإخوتنا السوريين، بالنسبة لإخوان العرب، بل ولسائر المنطقة أيضا. أعتقد مثل ما يقولون عنا بالكردية أن حبل الكذب قصير، كل شيء سيظهر خلال يومين، وها قد ظهر. يعني عودة المئات يوميا أو الآلاف لنقول من إخواننا العرب، من إخواننا الأكراد، من الذين اضطروا إلى مغادرة الأماكن إلى أماكن أخرى والعودة إلى البلاد. هذا شيء يفرحنا جدا، ولكن هناك أسباب تقنية. ربما بعض الأماكن لن يستطيعوا الدخول إليه بسبب وجود الألغام. نحن نعرف وحشية هؤلاء. كوباني محررة منذ أمد بعيد، ولكن لا زلنا نعاني من الألغام الموجودة فيها. يعني على الأقل الإنسان الذي يعود إلى أرضه، نحن نريد أن يكون مطمئنا بأنه ليس ألغام، ليفلح أرضه، ليفلح زراعته. القرى الآشورية في منطقة تل تمر تم تحريرها، ولكن وعاد كثيرون من الناس إلى قراهم، ولكن يتحدثون عن حوالي 6000 لغم لا زال موجودا هناك، يجب إزالتها. نحن يعني بهذه الوسيلة نوجه نداء إلى المنظمات العالمية ليكونوا عونا لوحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، من أجل التطهير، تهيئة الأرضية المناسبة لعودة هذه المكونات إلى أرضها، إلى ديارها، إلى منازلها. نحن محتاجون إلى هذه. هناك ليس تطهير عرقي، وإنما ربما تطهير المنطقة من من دواعش. ولكن بعض الأطراف المغرضة التي كانت لديها مخططات مشبوهة نحو مكونات المنطقة ستنفخ في كثيرا، ستدعي وتتهم، ولكن كما قلنا حبل الكذب قصير. يعني هي يوم يومين ويتضح كل شيء. بل نحن وجهنا، يعني اللجنة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي وجهت نداءين، بيانين، وطالبنا. وبهذه المناسبة أنا أيضا يعني أكرر هنا من خلال تلفزيونكم الكريم، يعني أوجه هذا النداء مرة أخرى. نحن نعيش حرب حرب شرسة يعني علينا،
ولهذا نحن نحتاج إلى كل شيء، نحتاج إلى الدعم المعنوي، نحتاج إلى المساعدات الإنسانية، نحتاج إلى الحفاظ، نحتاج إلى إزالة الألغام، نحتاج كل شيء فعلا. نحتاج إلى معالجة الجرحى، يعني المئات من أبنائنا جريحين ولا نستطيع معالجتهم، وهؤلاء حسب قناعتنا يدافعون عن أخوة الشعوب، عن كرامة الإنسانية التي تهدر على يد داعش وأخوات داعش على أرض تاريخية ميزوبوتاميا. يعني يقدر ماذا يجري. نحن نعتقد أن هذا الإرهاب كان موجها للجذور الإنسانية. يعني هذا الداعشي الذي يهدم صرحا مقاما منذ 1500 سنة في نينوى، ماذا يريد هذا عندما يهاجم الناس العايشين في شنغال، القاطنين في شنغال، لاستئصال اليزيديين؟ ماذا يعني هذا؟ هؤلاء أعداء الإنسانية ونحن نخوض هذه الحرب. لذلك نحن نرجو من المنظمات العالمية، من الدول، من القوى الخيرة أن تكون إلى جانبنا في كل شيء، أن تفهمنا أولا، أن تفهم حقيقتنا، وأي حرب نخوض ليكونوا على وعي وليفعلوا ما يستطيعون عليه من مساعدات إنسانية، من الوقوف إلى جانبنا سياسيا ودبلوماسيا ليقيموا معنا العلاقات. يعني نعتقد أن إذا كانوا يريدون فهم الحقائق فليسمعونا، يستمعوا إلينا، ليأتوا إلى المنطقة ويروا هؤلاء الناس، ليزوروهم. نحن لا نمنع أحدا، لدينا مؤسساتنا ونحاول أن نكون عونا بشتى الوسائل، سواء على المستوى الحزبي حزب الاتحاد الديمقراطي، أو على مستوى الإدارة. نحن ندعو الجميع إلى زيارتنا، بدلا من أن يسمعوا ويتأثروا بأبواق الآخرين، فليأتوا إلى المناطق وليذهبوا إلى القرى وليخاطروا بحياتهم. ربما نحن سنمنعهم من الذهاب إلى مناطق الملاغمة، ولكن إذا أرادوا فليذهبوا ليروا هذه الألغام المزروعة بأم عينيهم، ليروا ماذا حلت بالقرى، ليروا بأم عينيهم. إذا كانوا يدعون بأن اعتداءات حصلت على بعض الناس، ليذهبوا إلى تلك القرية، إلى مكان الحادث. ولكن الشرط الذي نطلبه منهم أو نرجوهم أن يكونوا منصفين في حكمهم، وليس نقلا عن الآخرين. ليذهبوا وليحكموا بضميرهم. نحن نرضى بالضمير الإنساني ليحتكم على كل شيء. أما الدعايات المغرضة نحن نعرف أن الذين يحاربوننا إمكانياتهم أكبر منا، إعلاميا ماديا أكبر منا، ولهذا يروجون لدعايات غير منصفة. يعني فليطمئن الجميع، نحن في استراتيجيتنا ليس تقسيم الشعوب، وإنما توحيد الشعوب، أخوة الشعوب، فهم الشعوب، العيش المشترك. نحن بعد هذه التجربة الطويلة، يعني منذ القرن العشرين إلى الآن، نحن درسنا تاريخ الشرق الأوسط، درسنا تاريخ ميزوبوتاميا، درسنا تاريخ شعبنا الكردي، والذي فهمناه لا يمكن لأي شعب أن يعيش وراء الجدران، أن يقيم أسوارا ليعيش داخل هذه الأسوار. هذا يتعارض مع حقيقة ميزوبوتاميا، حقيقة الشعوب منذ آلاف السنين. ولهذا نحن لا يمكن أن ندعو إلى التقسيم أو إلى الانفصال أو أي شيء. فليأتوا بأي شيء يدل على ذلك. يعني مجرد إطلاق اتهام هذا نحن لا نرضى به، والعالم كله يعرف. نحن استراتيجيتنا معروفة. ربما أفضل مشروع نحو توحيد سوريا، توحيد القوى السورية، المكونات السورية لتحيا بعضا، ربما المشروع حل الطريق هو الإدارة الذاتية الديمقراطية، هي التي قدمته أفضل مشروع للحل السياسي بالنسبة لسوريا. إذا كنا ندعو إلى التقسيم، لماذا نقوم بإصدار بدراسة خريطة حل سياسي في سوريا ثم نسعى من أجل تطبيقها؟ نحن إلى الآن لا نستطيع إقناع بعض الأطراف بالخريطة السورية التي نرسمها، فمن الانفصالي؟ أما إذا كان هناك بعض الأطراف تريد إقصاءنا كمكون كردي من أي شيء، فنحن لن نقبله. أنا قلت مرارا وتكرارا، مثل مقامشلي هي لي، دمشق أيضا هي لي، اللاذقية أيضا لي، السويداء لي حصة في السويداء، لي حصة في درعا، لي حصة في دمشق، لن أتنازل عنها. ليعلم هذا جميعا. يعني
إذا كانت يدنا اليوم لا تطال دمشق فهذا شيء آخر، ولكن دمشق هي دمشقي، والسويداء هي سويداويتي، واللاذقية هي لاذقيتي، ليعلم جميع السوريين هذا. نحن لا يمكن أن نكون انفصاليين.